السلام عليكم. دلوقتي انا عايز اتكلم في ظاهره كده بدات تنتشر، وتقريبا ده مدخل الشيطان بدا يدخل لنا منه، سواء شياطين الانس او شياطين الجن. الظاهره دي كالاتي: في ناس بدات المقاطعه اللي هي ما تقاطعش قوي، او خلاص يعني تخف حدتها شويه، بحجه ان هو ما الفلسطينيين، في ناس فلسطينيين مش مقاطعين، وفي ناس فلسطينيين اكتر ناس هم بيشتروا الحاجات المقاطعه. هنا بقى في الموضوع ده انت لازم تسال نفسك اصلا سؤال مهم جدا، وعموما انت تسال نفسك على كل حاجه بتعملها: انت ليه بتقاطع اصلا؟ اهميه انك تسال نفسك دي ليها 3 حاجات. اول حاجه ان في ناس دخلت النار، في ناس بتدخل النار عشان كلها ما بتسالش نفسها هي بتعمل الحاجه ليه. فدي حاجه تخوفنا عموما، ان احنا نعمل حاجات واحنا ما بنسالش نفسنا بنعملها ليه. زي الناس اللي كانوا بيقولوا هذا ما كان يعبد اباؤنا، دول ما سالوش نفسهم اصلا، ما ادوش نفسهم فرصه يفكروا طب ليه بيعبدوا الحاجات دي، ليه بيعبدوا الاصنام. هو بس عبدوها عشان ابائهم كانوا بيعبدوها، ما فكروش بقى ابائهم اصلا كانوا بيعبدوها ليه، طب هم يعبدوها ليه، طب هتنفعهم في ايه. ما رجعوش لنفسهم وسالوا نفسهم السؤال ده. ممكن لو كانوا سالوا نفسهم السؤال ده وعرفوا انها ما بتنفعش ولا بتضر، ما كانش زمانهم في النار. ده اول اهميه، انك تسال نفسك انت بتعمل الحاجه ليه. تاني حاجه انك كونك عارف الدافع بتاعك، او انت عايز تعمل الحاجه دي ليه، دي من اكتر الحوافز اللي هتخليك تستمر فيها وتلتزم بيها وكده يعني. والعكس برضو، انك كونك مش عارف الغرض او الفايده من الحاجه اللي انت بتعملها، دي من اكتر الحاجات اللي هتقلل من همتك وهتخليك ما تعرفش تعملها كويس يعني. فعشان كده انت المفروض تسال نفسك اصلا انت مقاطع ليه. طيب دلوقتي بقى انت مقاطع ليه؟ هل انت مقاطع عشان مثلا الناس بتوع غزه لو او فلسطين، لو حد شافك في السوبر ماركت وانت شاري بيبسي مثلا وبتاع ما يزعلش ويروح البيت كده يقول اه ده صاحبي اشترى بيبسي قدامي؟ ولا انت مقاطع عشان حاجات تانية؟ لو انت مقاطع عشان الناس الفلسطينيين ما يزعلوش وكده، انت ممكن تشتري الحاجات المقاطعه دي وتخبيها عادي، فمحدش هيشوفك ومحدش هيزعل منك. بس خلوني افكر نفسي وافكركم احنا منقطعين ليه اصلا. دلوقتي في سببين. اول سبب ديني، اللي هو ان احنا دول اخواتنا في الاسلام المفروض وبيتقتلوا، والناس اللي احنا هنشتري منهم او اللي احنا مقاطعينهم دول مش عايزين نشتري منهم، دول حرفيا فيهم شركات بتاخد الفلوس كده تروح تديها للجيش، والجيش يروح يضرب بيها الفلسطينيين. ده حرفيا كده. فانت لو عندك ولاء للمسلمين او حاسس ان انت منهم، فدول اخواتك حرفيا، فالمفروض ما تكونش عايز تضرهم خالص خالص يعني، او ما تكونش مشارك في انك تضرهم. ده اول سبب. تاني سبب، لو انت السبب الديني ده مش كافي ليك، فلو المروءه، ان الواحد يبقى عنده مروءه او رجوله، إن يعني مثلا لو حد في منطقه فيها سوبر ماركت بيضايقنا، لو صاحب السوبر ماركت عاكس اختك مثلا، او اتخانق مع باباك في مره من المرات، الناس بتقاطع السوبر ماركت ده حرفيا، ما بتشتريش منه طول العمر، ولما تعدي ما بترميش عليه السلام. فما بالك بقى باللي بيحصل في غزه وفلسطين. فدول السببين اللي احنا المفروض من رايي نقاطع عشانهم. ومن ناحيه بقى ان في ناس مش مقاطعه، وفي ناس من فلسطين فعلا، وفي ناس من غزه، وفي ناس حرفيا جايه من تحت الانقاض وجايه تتعالج هنا ومش مقاطعه. فانا اللي انا سمعته، اللي انا عرفته في الموضوع ده من واحد فلسطيني، ان هو في سببين، ان هما ان بعض الناس فيهم ممكن تبقى معذوره في الموضوع ده. اول حاجه ان هو هناك في فلسطين، ده اللي انا عرفته من واحد فلسطيني، مفيش حاجات بدائل كتير، او حرفيا الحاجات المقاطعه كلها هي اجباري، مفيش بدائل. تاني حاجه ان هما لسه جايين من حرب وكده، فاللي هو مش عارفين المنتجات كلها ايه المقاطعه والبدائل وكده. فده بعض الناس يعني اللي ممكن ما بداتش تقاطع لسه.